ايه يا زينب، ايه يا حبيبتي عامله ايه؟ تمام يا حبيبي، انت عامل ايه؟ ايه يا بنتي اتاخرت ليه؟ معلش والله الطريق زحمه، انت وحشتني اصلا. وانت كمان والله وحشتيني يا زينب. طب يلا نطلع. استني بس، واحد صاحبي هناخده معانا في طريقنا بس. خلاص اوكي. اهو جه. السلام عليكم. يا اكرم يا عم يا حبيبتي. يا معلم ازيك عامله ايه؟ تمام الحمد لله. اخبارك يا زينب؟ تمام الحمد لله. ياسين عملت ايه الحريه العربيه امبارح؟ يا عم وديتها الصيانه يا عم، وبهدلوني اخر بهدله ودفعت دم التوكيل قلبي برضو؟ والله. والله يا التوكيل. عم قلت لك بلاش توكيل. انت مش شايفانا بنتكلم في ايه؟ معرفش عادي يعني. نخلص كلامنا بعدين بتكلمي. المهم يا عم دفعت دم قلبي والله العظيم في السنه والله، وبهدله يعني بهدله. احمد ربنا ان هي جت على قد كده. الحمد لله يا عم الحمد لله. كنت جايبه ايه؟ جبتها امتى دي؟ امبارح؟ انت مش قايل انت امبارح طول اليوم قاعده في البيت؟ ما نزلت ماما امبارح عشان فجأة. نزلتي من غير ما تقولي لي؟ عشان فجأة. يعني ايه تفاجئيني من غير ما تقولي لي؟ ايه ده؟ عادي على فكرة. استنى بس يا اكرامي، في ايه يا اكرامي؟ انا كنت عايزة فجأة. ازاي تفاجئيني ازاي يعني؟ اهي الهديه بتاعتك اهي. في ايه يا احمد؟ بس ايه ده يا احمد؟ في ايه؟ اقول لك مع مامتها مفيش حاجه غلط يعني. ما هو انت ايه بس وقرف ايه؟ هو يا امها دي اللي جايبه لنا كل المشاكل والنكد. بلا قرف. ايه ده يا احمد؟ احنا في ايه؟ انا عرفت والله يا اكرامي. انا عملت لك ايه؟ كل شويه تنزل من غير ما تقول لي. انا كنت حابة فجأة. يعني ايه تفاجئيني؟ مفيش تليفون تسوي ولا نازله؟ انا كنت نازلة مع ماما يعني مش عارفة اعمل. وبلا قرف بقى بلا نيله. كانت كل قرف عيله زباله. طب لسه وايه ما بتقوليش نازله رايحه فين وجايه منين؟ امال لما نتجوز بقى ابقى طرطور انا في البيت بقى، ابقى انا في الشغل وهي بتتصرمح بره. انت بعد كده اي كلمه تاخديها مني انا، ماليش دعوه بامك وابوك، احنا خلاص اسبوع وهنبقى متجوزين. طب انزل انا طيب؟ لا يا كرم تنزل هي اللي تغور في داهيه. شكرا قوي. رايح فين يا زينب؟ يا زينب سيبها يا عم بلا قرف يا عم، سيبها بلا قرف يا عم. يا ابني حرام امشي في الشارع كده ازاي يا احمد؟ انت لا يا احمد يا ابني، انت لا. بلا قرف. لا يا كرم لا. انت هتفضل قاعد هنا، ما تيجي تقعد جنبي يا عم. مالك يا احمد في ايه؟ عايز افهم في ايه بس؟ اتخنقت يا كرامي. اتخانقت ليه؟ انت مسخرت كرامه البيت الارض. لما تنزل دلوقتي واحنا مخطوبين من غير اذني، ولما نتجوز بقى بطل في البيت عشان بقى. مخطوبه لك يا احمد لازم تراعي ربنا فيها، مش كده. انا اول مره اشوفك كده في حياتي يا احمد بصراحه. عملت ايه هي غلط؟ جايبه لك هديه بتفاجئك جازتها انك تشتمها امها وامك وزفت وقرف، ما ينفعش اعمل عيب يعني، حرام بجد. بعدين يا اخي راعي ان ابوها متوفي حتى وانت ظهرها، ده اقل واجب ليها يعني. انما تحلف هديه في وشها وتخبطها وتهينها وتزعلها وسبتها ماشيه في الشارع في الوقت ده، ما يرضيش ربنا خالص يا احمد. صح ولا غلط؟ يعني هي انسانه مستفزه. ايه اللي استفزاز في كده يا حبيبي؟ واحده عامله لك مفاجاه، عملت لك هديه، جايبه لك هديه يا جدع في تليفون، يا حبيبي دي بنت ناس، مش تبقى هديه لو قالت لك ونازله مع امها، لازم تراضيها. وخد بالك يا احمد، اللي هتعمله في الناس هيطلع فيك، انت لسه خاطبها، مش جازتها خالص ان هي عامله لك هديه عشان بتحبك، لكن تهنا بامها وتهنا باهلها ما يرضيش ربنا. واعرف يا احمد تملي اللي هتعمله في الناس هيطلع عليك. اسف يا صاحبي، مش قادر اكمل معاك النهارده.